أهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهاردة رعب ومغامرات اسمه بيج سنيك. في كل لحظة مهمة خلي بالك. فيلمنا بيبدأ مع ناس مسافرين على مركب. بيظهر جونج مع بنته راكبين في المركب ده. اليوم ده كان عيد ميلادها، عشان كده جاب لها جهاز لاسلكي هدية. وهم واقفين بيتكلموا الناس شافوا دلافين في البحر، قعدوا يتفرجوا عليهم ومبسوطين بيهم أوي. بس ما يعرفوش إن الدلافين ما كانتش بتلعب، دي كانت بتجري عشان بتهرب من وحش ضخم. مفيش ثواني إلا وبدأ الوحش يهاجم المركب. محدش منهم شاف، بس المركب فجأة مال على جنب واحد، وقعوا كلهم في المية. جونز ظهر مرة تانية بس كان مغمى عليه. واحد جه فوقه، لما فاق بص حواليه لقى ناس كتير مغمى عليها وناس بيحاولوا يفوقوه. كان قلقان على بنته وقعد يدور عليها في وسط الناس، بس للأسف ما لقاهاش في أي مكان. فجأة سمع صوت بنته من جهاز اللاسلكي اللي جابه لها هدية. عرف منها إنهم مش الناجيين الوحيدين، بس في ناس المية خدتهم من الناحية التانية. طلعوا على مكان عالي وشافوا الناجيين اللي في الناحية التانية، وقعدوا يشاوروا لبعض. جونج شاف بنته وسط الناس، كان عايز يروح لها، بس واحد من اللي معاه منعه، لأن الراجل شاف حاجة مرعبة هناك. كان في حاجة ضخمة بتتحرك وراه. اكتشفوا في الآخر إنه تعبان ضخم ومرعب جدا. لما الناجيين التانيين شافوه حاولوا يجروا منه ويروحوا الناحية التانية، بس الوحش مسابش فرصة لحد يجري أصلا. كان بيبلع الناس في لدغة واحدة، والناس كانت بتطير في الهوا من شدة هجوم. جونز كان عايز ينقذ بنته من الوحش، جري ناحيتها ومهمهوش ولا خاف منه. كل همه إنه ينقذ بنته بأي شكل ويرجعها سليم. في راجل مسكه بسرعة قبل ما يجري على هناك. بنته كانت واقفة خايفة وبتبصله، بس للأسف الوحش كلها هي كمان. بعدها التعبان دخل الغابة بعد ما كل جثث كتير. الباقيين زعلوا على اللي مات، وجونج قعد يعيط على بنته بصوت عالي. فجأة جات له إشارة من اللاسلكي بتاع بنته، حاول يجري ناحيته بسرعة. إشارة اللاسلكي كانت بتوضح إن في إشارة لوجود حياة، وبكده جونج بيكتشف إن الناس اللي جوه التعبان لسه عايشين. الراجل اللي كان واقف معاه اسمه ماو. ماو قرر يروح مع جونج عشان ينقذوا الناس من بطن التعبان، وبعدها ناس تانيين قرروا ينضموا ليهم ويساعدوه. المجموعة دخلت الغابة. باقي الناس اللي كانوا واقفين بره قالوا عليهم أغبياء، وإن اللي يفكر يدخل ورا التعبان يبقى بينتحر. كانوا فاكرين إنهم في أمان، بس فجأة هاجمهم وحش غريب. الوحش ما كانش باقي، بس كان ليه دراعات حمرا بتهاجمهم. كلهم اترعبوا وجريوا منه بسرعة. بعد كده بنشوف التعبان الضخم وصل لعيشه في الآخر، وبدأ يرمي الناس من بقه. بعدها مشي عشان يروح يلم أكل تاني. بيظهر إن فعلا الناس كانوا لسه عايشين بعد كل ده. بنت جونج كان بين الناجين دول. القبطان حاول يلاقي مخرج، بس للأسف كان مستحيل يقدروا يخرجوا من المكان ده. واللي أسوأ من كده إنهم لقوا بيض ضخم في العش. القبطان قرب من البيض عشان يشوفه، بس بنت جونج وقفته قبل ما يلمسه، لأن البيضة ممكن تفقس في أي وقت ويخرج منها تعبان تاني. حسوا باليأس لأنهم كده كده ميتين. كان معاهم رجل أعمال